محبين البقلاوه الجزائريه وين راكم؟ راني جبت لكم لاغوسيت، تبعوا معايا خطوه بخطوه. العجينه نستعملوا العجينه تاع 4 كيلات بكيله، معناتها 4 كيلات فرينه بكيله ايدام. راح نخلي لكم جميع المقادير وجميع التفاصيل والحسابات وشحال نديروا وشحال ما نديروش مكتوبين لتحت. انطموها بالماء زهر اللي يكون دافي، ما تنساوش لافاني. العجينه تاعنا لازم تكون طريه ونخليوها تريح. المكسرات شوفوا كيفاش راهم مرحيين، ما لازمش يكونوا مرحيين خشان بزاف وما لازمش يكونوا مرحيين غبره. نحتاجو 3 كيلات مكسرات اللي نزيدو لهم نص كيلة سكر ونطموهم بالماء زهر. لازم يقعد الحشو تاعنا مفتت. نوليو العجينه اللي تكون ارتاحت، من الاحسن ليله كامله، ونبداو نحلو فيها. نحلوها شويه بيدنا ومن بعد نحلوها في الماشينه حتى نوصلوا للرقم الاخير. نجيبو سنيوه تاعنا اللي نكونوا دهناها بالسمن، نديرو الطبقات تاعنا تاع العجين. هنايا لازم نغطيو كامل السنيوه تاعنا، اذا خصوكم زيدوا عادي، ماشي لازم طبقه واحده. بين طبقات ندهنو بالسمن. في الطبقه اللي نديرو فيها الحشو ما ندهنوش، نديرو لافاغس تاعنا نسويوها ونعاودو نغطيوها بلاطات. انا حبيت ندير 5 طبقات من التحت و5 طبقات من الفوق. الطبقه الاخرى ما ندهنوهاش، نحيو الزوائد بالحلال ونخليوها ترتاح واحد 6 سوايع. نقطعوا اولا الاطراف ومن بعد نقطعوا المستطيلات تاعنا. انا حبيت هذا الشكل، تقدروا تقطعوهم مربعات. كان العرض تاعهم حوالي 3.5 سنتيمتر، خرجت لي 9 سواسوا. الموس تاعنا ما يهبطش حتى لتحت كامل، ماذا بيكم. ادهنوها بسمن ودخلوها طيب على 180 درجه ساعه. حكمت لي ساعه بالتمام والكمال. غير تخرجوها فرغوا عليها العسل ولازم تخلوها تتشرب ليله كامله. كي تغطيوها ماذا بيكم ما يقصش الساشي، ضغطيتو بساشي باسكو شوفوا وين لصق لي الساشي تكسرت لي. هنا المكسرات تاعي كنت درتهم داخل العسل اللي زدت له شويه جلوكوز باش يلصقوا لي وكانت جاهزه. ودوك قولوا لي تفضلوا نتوما هاد البقلاوه ولا بقلاوه عجينه الفيلو. وما بقى ليا غير نقول لكم تلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.